قصتنا اليوم يا جماعة الخير قصة حقيقية 100%. جتني بصوت صاحبها الأستاذ طارق مطر، وهو كويتي يعيش في كندا من عام 1987 للميلاد، ومعه أسرته الكريمة. القصة صارت له في ثاني سنة وصل فيها لكندا، وكانت معه والدته الكريمة. أعطاني القصة بصوته، ثم عرض علي أنه يجيب شهادة أمه في القصة لأنها كانت معه، وفعلا جاب لي شهادة والدته، المرأة الصالحة نحسبها والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا. طبعا هذه القصة يا جماعة الخير صاحبها الأستاذ طارق مطر يقول، تخيلوا، يقول لو قيلت لي أنا من شخص ما صدقته، لكني أقسم على هذه القصة أنها حصلت وأنا لا أجد لها تفسيرا. أنتظر تفسيراتكم أنتم، وأنا أيضا أنتظر تفسيراتكم أنتم. أنا أمتنع عن التفسير وأترك الكرة في ملعبكم أنتم. الأخ طارق مطر يقول عام 1988 كنت مسافر من مدينة فريدكتون إلى محافظة نوفا سكوشيا، وهذا في الشرق الكندي في كندا. يقول المسافة ما بينهم 500 كيلو. فيه طريق معبد فخم ممتاز وفيه خدمات، لكنه بعيد. فيه طريق قديم الخدمات فيه قليلة، لكن هذا الطريق أقرب ب60 كيلو. يقول قررت إني أروح من هذا الطريق الأقصر، مع إن هذا الطريق أول ما ترتاده وتجي عليه تلقى لوحات تحذيرية إنه هذا الطريق طريق الخدمات فيه ضعيفة، وأنت تتحمل مسؤولية أنك تسلك هذا الطريق. الطريق هذا يا جماعة الخير مسافته ما بين المدينتين 500 كيلو تقريبا. قرر أخونا طارق يسلك هذا الطريق القديم. كان الوقت وقت ثلوج وبرد شديد، وبرد كندا يا جماعة الخير تصل فيه درجات الحرارة إلى 30 تحت الصفر، وهذا اللي كانت عليه درجة الحرارة في ذاك الوقت. يقول الأخ طارق استلمت الطريق وما كنت محسب للمسؤولية بقوة في الموضوع. طريق وأكيد أني أنا بلقى محطات البنزين وبلقى، لكن الخدمات ممكن أقل لكن مش معدومة. يقول الوالدة معي. الوالدة يا جماعة الخير أمها الكريمة معها المصحف، وهي الآن في أواخر ختمتها للمصحف. تخيلوا، مع ولدها في السيارة وهي تقرأ القرآن الكريم، ثم انتهت وبدأت في سورة البقرة، وأنهت سورة البقرة ثم اتجهت لسورة آل عمران وهي معاه في السيارة. يقول لما استلمنا الطريق مشينا، بعد ما عدى علينا 100 كيلو في الطريق ولعت عندي إضاءة البنزين إنه الوقود ضعيف عندك. يقول وأنا شايف المؤشر إنه ضعيف. بدأت الآن أناظر في الخرائط الورقية اللي معنا في ذاك الوقت في عام 1988 يا جماعة ما في خرائط إلكترونية ولا في واتساب ولا في الأمور دي كلها ولا في أصلا جوالات. يقول أناظر في الخريطة ما في محطة قريبة. بدأ القلق يتسرب لي. ليش؟ لأنه الثلج يهطل باستمرار، والرؤية ضعيفة، والبرد 30 تحت الصفر، والطريق هذا غير مطروق. فإذا توقفنا قد نواجه يعني موضوع خطير، لأن في عواصف وفي أمور ممكن نتجمد في المكان. يقول بديت أدعو، والوالدة أيضا تقرأ في كتاب الله وترتل في كتاب الله. يقول وحنا نمشي، يقول لمحت نور قدام، إضاءة ضعيفة كذا، فقلت الحمد لله لعل هذا غيث من الله سبحانه وتعالى.
وفعلا مشينا 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 حتى وصلنا إلى هذا الضوء، وإذا هي محطة فيها الأجهزة حقت تعبئة البنزين، اللي هي مكاين تعبئة البنزين موجودة. يقول انبسطت، يقول وقفت عند ماكينة تعبئة البنزين وهميت بالنزول، أنا بنزل الحين عشان أعبي بنزين، وإذا رجل قبل ما أنزل يضرب علي النافذة، يسميها هو الجامة، النافذة. يقول ضرب علي النافذة فالتفت فإذا رجل، يقول نزلت النافذة، حياك الله، قال الله يحييك، طبعا باللغة الإنجليزية. يقول قلت له، قال لي إيش تأمر؟ كان معاه فانوس. يقول قال لي إيش تأمر؟ قلت أبغى أعبي بنزين، أبغاك تترس لي البنزين، تعبي لي البنزين. يقول قال ما في مشكلة. يقول هميت بالنزول، قال لا تنزل، أنا أعمل لك خدمة كاملة، يعني أعبي لك موية المساحات وأشوف أعمل لك، يعني أشيك لك كل الأمور. يقول قلت له شكرا. عبى البنزين. يقول العجيب إنه بعد ما عبالي البنزين تماما ومؤشر البنزين ارتفع، يقول في شخص ثاني شفته طلع من مكتب ودخل في المحطة نفسها. المهم يقول هذا الرجل دخل جوا وجاب لي الجهاز حتى أحاسبه. يظهر لي أن المحاسبة بالأجهزة الإلكترونية كانت عندهم قديما موجودة هم في ذاك الوقت. يقول جاب لي الجهاز، يقول حاسبت في الجهاز معاه. يقول العجيب أنه المبلغ بسيط جدا، المبلغ 10 سنت. يقول في ذاك الوقت سعر البنزين اللتر $1.20 تقريبا، في ذا الحدود. يقول هو 10 سنت سعر اللتر. يقول استغربت. يقول العجيب انه المبلغ هذا ما انخصم مني، يقول ابدا ما انخصم من حسابي ابدا. يقول المهم عبينا ومشينا في امان الله ووصلنا لوجهتنا، والحمد لله الامور تمام حتى الان، الوضع طبيعي ما في مشكله. يقول بعدها بشهور انا اضطريت اجي للمنطقه هذه في النهار، واضطريت اجي من هذا الطريق نفسه. يقولوا فعلا جيت من الطريق نفسه لوحدي، واجي عند المحطة هذه ووقف عندها، نفس المحطة اللي انا وقفت عندها انا والوالدة، واذا يعلوها الغبار، مهجورة، قزازها مكسر، لوحتها اللي انا شفتها ذاك الوقت ممتازة وكذا، يقول يعني قديمة ومهترئة. يقول استغربت انا، قلت وين المحطة؟ وهذه هي، انا متأكد ما في الا هي في ذا المكان، انا متأكد ان هذه هي. يقول المهم مشيت ثم سألت، قابلت ناس وسألتهم، قلت يا جماعة فيه المحطة في المكان الفلاني. قالوا هذه المحطة مهجورة من 60 سنة. يقول قلت يا جماعة، قالوا جاك العلم، المحطة هذه أهلها ماتوا وراحوا من زمان ومهجورة ولا فيها أحد. يقول استغربت واندهشت، إيش؟ من اللي عبالي بنزين؟ من اللي حاسبني؟ مين اللي كان واقف في المحطة والمحطة كانت فيها إضاءة والرجال؟ يعني ما أنا ماني فاهم الوضع ذا كله. يقول كنت أحدث الناس بالموضوع هذا فيقولون لي أنت متوهم. أقول لهم يا جماعة والله العظيم ما توهمت، الوالدة معي، الوالدة تقر بالقصة حتى هذه اللحظة. يقولون لي أنت متوهم، أنت مضيع، أنت مدري إيش. يقول لما قصيت للوالدة وقلت لها يا يمه الناس كذا كذا كذا، قالت يا ولدي لا عاد تقول للناس، لأن الموضوع غريب، الموضوع غريب جدا جدا جدا. خلاصة الكلام يا جماعة الخير، الأخ العزيز الأخ طارق الله يحفظه أرسل لي القصة بصوته
بالكامل. وبعد كذا طلبت منه أنا أنه يرسل لي صوت والدته إذا كان ممكن، إذا يقدر، وما أريد أشق عليك. فبادر مباشرة بإرسال صوت والدته الكريمة. ثم أرسلت لي والدته دعاء جميل. أنا أبغاكم تسمعون القصة بصوت أخونا طارق، وتسمعون شهادة والدته. أبغاكم تعملون عصف ذهني، تحاولون تستجمعون أفكاركم. إيش اللي حصل مع الأخ طارق ووالدته؟ إيش الأسباب؟ إيش تفسيركم للأحداث هذه؟ إيش اللي حصل؟ أتمنى منكم يا جماعة الخير أنكم تشاركون بفعالية حتى نفيد الأخ طارق. على فكرة، والدته الكريمة دعائها يقشعر له البدن، كلامها يقشعر له البدن. دعت لي ودعت لكم. أتمنى منكم تتابعون بالكامل عشان تشوفون هذه الحادثة العجيبة اللي رواها لنا أخونا طارق. هذا العطر اللي عندي اليوم، واللي تستاهلونه وتستاهلون أكثر منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي بالله علي التميمي، أنا من أشد المعجبين في قناتك، جزاك الله خير وأحسن جزاك. قناة جميلة، وأدائك لسرد القصص والمواضيع ممتاز، الله يعطيك العافية. اسمي طارق المطر، من الكويت، ساكن في كندا صار لي سنين، من 97. سنة 98 حصل معاي موضوع غريب، وما كنت أنا بروحي، كانت معاي الوالدة. كنا مسافرين من منطقة اسمها فريدريكتون في نيو برونزويك، ورايحين لنوفا سكوشيا. وكان وقت الشتاء، والسنو كان عالي عندنا، الثلج، ونفس الوقت كان في عاصفة هذاك اليوم. فقلنا نختصر الوقت، وبدال ما نطلع على الطريق السريع المجهز، قلنا نوفر بحدود 60 كيلو ان احنا ناخذ من الطرق الداخلية. وكنا سايقين، كان عندنا مينيفان صغير، واحنا لله الحمد يعني لما نطلع دائما نقول الأذكار وندعي ربنا، الحمد لله. فكانت الوالدة معاي وكانت تقرأ القرآن، وما كنت منتبه ان البنزين عندي كان يبي خلص، وفي طريق قلنا ناخذه نوفر فيه الوقت والمسافة. فدخلنا، والطريق هذا كان قديم، ونفس الوقت يعني حاطين يافطة ان المكان الشارع هذا مو معمول له سيرفيس او تنظيف وكذا، ويقول يعني اذا بتستخدمه على خطورتك الشخصية، basically at your own risk محطوط. فأخذناه وكنا نسوق بالليل. الطريق كان شوي مظلم، والثلج والهواء كان يجي قدامنا، ما كان الواحد يقدر يشوف قدامه مسافة طويلة. شوي وتولع عندي اللمبة مالت البنزين، وماني قادر أرد. قلت ما كلنا نكمل، لأن خلاص يعني إحنا بالنص مثل ما يقولون. وظلينا نمشي لين ما كلش قربت تخلص. طالع الوقت كان متأخر بالليل، بحدود الساعة 10 بالليل، ونفس الوقت ما في محطات بنزين، ما في شيء مبين عندي بالخريطة. ذاك الوقت ما كان في لا GPS ولا شيء، كانت الخرائط ورق كذي طالعها وتمشي عليها. وكنت مثل القلق أنا، بس ماشيين شوي ولا نشوف ضوء من بعيد، مثل سراي، مثل شيء كذي، ضوء مخنس ضعيف كلش. قلنا الحمد لله لقينا شيء. واحنا نمشي كذي، ولا محطة بنزين، واللمبات مالتها ضعيفة صغيرة كذي،
جينا وصفتنا يمها، جيت بنزل عشان أترس بنزين، ولا واحد يطق علي الجامعة تكلم انجليزي، قال لي نعم. قلت له والله ابي بنزين، السعر خلصت بنزين هون بنترس ورانا سفر طويل. قال لي ايه لا مو مشكلة، اطالع سعر البنزين ولا شبه البلاش رخيص، كان بحدود 25 سنت اللتر، وقتها كان ينباع بحدود دولار و10. قلت له اترس السيارة فولها للآخر. قلت له ما عندي كاش، ما عندي فلوس نقد، ممكن أعطيك الكرت؟ قال لي مو مشكلة. ترس لي السيارة وقال لي فول سيرفيس، ما له داعي تنزل أنت ترس، أنا راح أترس لك. قلت له ماشي. ترس لي السيارة، فتحت غطا الماكينة، ترس لي الماي هذا مال تنظيف الجامة، ضبط لي كل شيء. إذا أعطيته الكرت قال لي لحظة، دخل داخل جاب هذه الآلة اليدوية اللي يخرطها كذي باليد، يحط الكرت ويطبعها. المهم دفعنا ومشينا احنا، ونحمد رب العالمين على الفرصة هذه. بس كنت مستغرب من السعر، والمكان كان غريب شوي، والوالدة موجودة يعني وتأكد هالكلام إذا تحب تسألها. لاحظت ان الكرت مالي ما انسحب الفلوس من البنك ولا اي شيء صار، كأنه ببلاش. طافت الايام ماكو شيء، ويصادف انه يصير عندي وظيفة في هذه المدينة نفسها فريدريكتون عقب كم شهر، وكنت رحت ونقلت على نيو برونزويك هناك، وانا راد عشان اشوف الاهل. قلت خليني امر من الشارع القديم نفسه واترس من نفس المحطة، خصوصا السعر ممتاز وكل شيء. بس رحت بالنهار، لما رحت ولا المحطة هذه تقريبا بحدود ساعة وخردة من فريدريكتون، ولا مغبرة وجامات مكسرة وماكو شيء. شو السالفة؟ انا تارس قبل كم شهر، سألت الناس قالوا لي هذه المحطة مسكرة صار لها أكثر من 60 سنة، أصحابها مو موجودين، راحوا من زمان، ولا حد في منهم عايش ولا أي شيء. أنا تارس قبل، لا ما في، الموضوع كله مسكر، ما في أحد. والموضوع قالوا لي أنت أكيد يا حلمان يا مشتبه يا شيء، بس أنا متأكد من المحطة، وعارف حتى من علامات اليافطة اللي كانت عليها، بس كانت أحدث لما شفتها. الحين أشوفها مرة واحدة بس بين نفس الكلمات نفس الأصقات هذه. استغربت، وطافت الأيام، وكل ما أقول لحد على هالموضوع هذا يقول يمكن مشتبه بمحطة ثانية. الشارع هذا طقيته أكثر من مرة رايح راد، وكل ما أمر المحطة هذه مثل ما هي بغبرتها، مسكرة مكسرة مهجورة. تكلمت مع وايد ناس من المنطقة هناك، الكل أجزم لي والكل يأكد لي أن المحطة هذه مسكرة، ما في أحد. قلت للوالدة على الموضوع، قالت لي لا إله إلا الله، هذه رحمة رب العالمين. قلت لها تكلمت مع وايد ناس قالوا لي أن الموضوع مثل ما قلت لك. قالت لي لا إله إلا الله، لعل خير، خلاص لا تتكلم مع أحد، لا تقول لأحد، خلاص اللي صار صار، الحمد لله ربك رحمنا. طوف السنين طوف الأيام، والموضوع مرات ينفتح قدام الناس، وتكون الوالدة موجودة وتصدق على هالكلام هذا، تقولي فعلا أنا كنت وياه والموضوع كذا. وحتى الرجال طلع لنا، لما طلع لنا كان ماسك سراي صغير كذي. الموضوع غريب وماني عارف شنو سالفته، ولما الحين ماني فاهم شو اللي صار وش اللي شفته ذاك الوقت، لأن أنا شفته اثنين. واحد طلع من مكتب المحطة ومشى دخل، ما أدري وين راح، اختفى بعدين. والرجال اللي ترس لي وهذا،
وأعطاني الكرت ومشيت أنا، ولما الحين ماني فاهم شو اللي صاير. الموضوع غريب، حبيت إني أشاركك فيه وأقول لك عنه، وأنت كيفك تبي تقوله مصدقني مو مصدقني على راحتك، لكن أقسم لك إنه أقسم بالله العظيم هذا اللي صار. وليه اليوم لا أخذوا الفلوس ولا أنا عارف شنو القصة مالت المحطة هذه، بس اللي أعرفه أن ربك رحمنا لله، يعني الحمد لله رب العالمين أن رحمنا بهذيك الليلة، لأن لو كان خلص علي البنزين بالطريق كان تيمدنا أنا والوالدة، درجة الحرارة كانت أقل من 30 تحت الصفر، عز الشتاء، وكان في عاصفة جاية، ما حد يقدر يشوف قدامه، ما حد، الوضع غريب. ولما الحين أنا مستغرب منه وماني عارف إذا القصة هذه تفيدك ولا لا. أنا نفسي ماني فاهم شنو الموضوع هذا وش اللي صار. تحب تحط صوتي تقدر، تحب تنشرها انشرها، ما تحب على راحتك، بس أنا فعلا حابب أعرف أو أفهم إذا في أحد يقدر يقول لي تفسير اللي صار هذا والموضوع اللي صار. احنا يعني الله نقذنا بهذيك الليلة ولما الحين مستغرب، وكل ما أذكره يوقف شعر ينبي من الموضوع، وأقول الحمد لله رب العالمين اللي نجانا. والوالدة تقول لي لا تعيد الموضوع قدام أحد، هذه رحمة من رب العالمين بعثها لنا وما يندرى شو السالفة. يا أخوي علي، أنا آسف تواصلت معك من فترة وكان المفروض إني أقول لك الموضوع، لكن هم كنت متردد، لأن الموضوع نفسه أنا لو أحد يقول لي إياه أقسم بالله ما يدخل مخي، لكن هذا اللي صار. وأتمنى أني ألقى عندك أو عند أي أحد تفسير للي صار، وإذا ما في تفسير فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. شاكر لك يا أخوي علي، إن شاء الله تشوف الخير وتداوم على قناتك، لأنك تفيد ناس وايد، وعسى الله يرحم بحالنا جميع، احنا كلنا ماشيين برحمته سبحانه ويجزينا خير، وجزاك الله خير على هالكلام. مشاهده انا دايما معاي القرآن وتفسير القرآن، ودايما اقول سبحانه الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ودايما معاي المصحف ذكر الله، ودايما نذكر ربنا في كل شيء، ما نمشي الا احنا تحت رحمته سواء بظلام الليل ولا بطريق الله يعلم شنو. دايما عندنا ربنا سبحانه وتعالى هو خير حافظ وهو خير الحافظين. انا ما اطلع من بيتنا الا مأمنة بيتي وحالي ومالي وعيالي وكل شيء تحت رحمة رب العالمين، والله الحمد كله دايما خير. وعيالي سبحانه تعالى ما يطلعون الا وهم ذكر الله على لسانهم، والله الحمد، وهذا فضل رب العالمين. احنا يا ولدي بديرة قرب، لو ما ايماننا سبحانه وتعالى بالله كان ما عشنا ولا قدرنا نعيش بهالدنيا هذه. الدنيا يا ولدي قارورة، لكن احنا الحمد لله مصحفنا ما يطيح من ايدنا وقرآننا بيدنا، ودائما مكلنا امرنا لله سبحانه وتعالى هو خير حافظ. وعلشان كذي يا ولدي اقول لك والله انا قاعده معاه بالسياره، وان ولدي نزل حق الدكان واشوف منه طالع رجال حتى بدينا سراي ويمشي، طبعا لبسهم لبس الاجانب يعني، وانا والله اشوف الدكان هذا، وإن طلعنا وسيده على الشارع العام كان اقرب لنا. طارق لما تحكينا تالي انه يقول صدقيني ما مو مصدقين، يقولون ان المكان هذا اصلا مهجور من 50 سنة. شلون تقولون هالكلام؟
سبحانه. والله يا ولدي أنا يعني شفت بعيني، ما حد قال لي، وكنت مع ولدي بالسيارة، والله خير حافظ. وإحنا دائما مؤمنين إن ما وقفنا على ريولنا إلا إيماننا بربنا سبحانه وتعالى. أنا بهالديرة الحين يمكن حولي يمكن 40 سنة أو كذي أو 35 سنة أو أكثر، والله يا ولدي ما أدري، بس إنه دائما ما طاح منا هالمصحف ولا طاح منا هالقرآن، دائما قرآننا بيدنا وتفسير القرآن معانا والله الحمد. وهذا بفضل رب العالمين، وهذا اللي علمته لعيالي. احسنوا الذكر واحسنوا يعني إن ذكركم بالله سبحانه وتعالى، كل ما ذكرتوه خير الله خير، والله ما يعطي الا الخير له للخير والله الحمد. وهذا انا شهاده اسال عنها يوم القيامه. والله يا ولدي ما قلت الا الصج ولا شفت الا الصج ولا صار الا الصج، ونعم بالله خير الحافظين. مشكور يا ولدي مشكور. هذا انا امه وانا اقول لك الحكي هذا كله. مع السلامه. الشكر لك يا أخ علي، وكلنا الحمد لله ماشيين برحمة رب العالمين، لأنه قال ورحمتي وسعت كل شيء. جزاك الله خير على أعمالك الطيبة وعلى أدائك الممتاز وأخلاقك الحلوة وأسلوبك الجميل في سرد القصص. ما أدري شو أقول بعد أكثر من كذي. جزاك الله خير، شكرا. أنا أعتبر أن أنت اللي الله يجزاك بألف ألف خير، لأن أنا اعتبرتها الناس تتعظ فيها وتكون هذه مثل الصدقة الجارية والدال على الخير كفاية. ربي يحفظك ويكثر من أمثالك، وجزاك الله ألف ألف خير. أنت الحين عطيتنا ثواب ما يعلم فيه إلا رب العالمين يا ولدي. مشكور مشكور مشكور، وبارك الله فيك وفي أمثالك. ربي يعطيك طولة العمر وحسن العمل. مع السلامة يا العزيز القالي، مع السلامة يا ولدي، مع السلامة.